من بين الأطباق التقليدية الجزائرية المفضلة عندنا شطيط حلسان. أرواحوا معايا الكوزينة نوجدوها أونصومبل، وتحية التغماس كيما نقول لكم دايما. هيا بسم الله نبداو الوصفة. نسحقوا لسان تاع البقري ولا الخروف اللي عندكم، نديروا حبة بصل، الرند، الثوم، ملح، فلفل أسود. وهنا ندير الماء، نغلق لاكوكوت نتاعي، ما تنسوش ملعقة كبيرة نتاع الخل. نغلق لاكوكوت نتاعي حتى يطيب لي هذاك اللسان. ومن بعد نروحوا نديروا الدرسة، نسحقوا الثوم، فلفل دريس نشمخوه في الماء، ملح، فلفل كحل، كمون، وفلفل عكري، وطماطم مصبرة. ما تقولوليش ما نديروش طماطم مصبرة، انا ندير. دونك نهرسوه مليح. وهنا بعد ما برد هذاك اللسان نقشروه ويتقشر فاسيلمون بكل سهولة. نقطعوه الى قطع صغيرة مربعات هكا. وهنا نروحو نجي نبريباريو لاصوص نتاعنا. نحطو في شوية الزيت، انا قليت هذيك الفلفله الحاره هنا في هذاك الزيت، نحيتها، درت الدرسه، خليتها تتقلى شويه، مرقت بشويه نتاع الماء اللي طاب لي هذاك اللسان. نحطو الحمص اللي كان طايب. وهنا نحطو هذاك اللسان ديريكتومون فوق لاصوص، نغطي عليها ونخليها تتجمر وحتى يشرب لي هذيك لاصوص. ومن بعد في الاخير نضيف لها القزبر، واذا حبيتو شويه نتاع السيترون. وشهيه طيبه وفيف التغماس. وانا نقولكم الى وصفه واحده اخرى، ديروا جيم، ديروا ابوني، وبارطاجيو مع اصحابكم. جمعه مباركه للجميع.